قصة لطيفة في انجلترا حصلت، احداثها حقيقية. محافظ الاقليم راح يزور مكان ده بيرعوا فيه يعني اي حد من بنات ساقطات بعاد قوي مرمين في الشوارع، اتبهدلوا في الخطية سنين، ياخدوهم في هذا المكان يرعوهم، ويعني يعملوا منهم بني ادمين صالحين في المجتمع. فقائد الاقليم ده يعني اللي هو زي محافظ الاقليم راح بيزور يعني واحده اللي هي قائده البيت، بتقول بتفرجوا، قال لها بصي انا قناعتي انه حتى لو قعدوا هنا عيشه كريمه، لكن اللي جوه مبهدلين، وما اعتقدش ولو سبتيهم يطلعوا بره هيبقوا في حال يرجعوا تاني يعني. قعدت تقنعه ما فيش. قلت له عندي هنا واحدة قعدت تحكي له شوية قصص مؤلمة تعرضت ليها هذه البنت، تعرضت لكذا. قال لها دي زمانها نفسيتها متدمرة ولا عمرها تتصلح. قلت له لا استنى، حكيت له بتاع 20 قصة عن الشخصية ديت. قال لها لا دي تروح تموت نفسها أحسن، يعني من كتر القصص يعني، ولا دي ما تنفعش ما تصلحش تاني وكده، ولا انت حطاها بقى بتعمل ايه هنا يعني، او يعني بتشتغل ايه. قلت له ولا حاجه، ده هو انا. قال لها انت ماسكه المنظومه دي كلها، قائده للبيت ده كله، ازاي انا؟ انت مكتوب عن في القصه ان الست ديت مشهوره قوي عنها البهجه، الفرح، التشجيع. لها انت مين عمل فيكي كده؟ ولا حاجه. هم محتاجون للشفاء، ايه شفاهم. يقول كده انه التوبة بتحول الزناه الى بتوليون.